في توقع لو قلت له دلوقتي 90% من الناس هتضحك و10% هيقفلوا الفيديو، بس الغريب انه غالبا ده اللي هيحصل. سنة 2026 مش هتكون سنة عادية، في حاجة كبيرة، حاجة محدش شايفها جاية في الطريق، وانا جاي النهاردة اشرح لك ليه التوقع ده رغم انه غير منطقي هو اكتر توقع ممكن يكون صح. كل سنة بيطلع توقعات، بعدها بيحصل بالصدفة وبعدها بيبقى رغي، لكن في توقعات مبنية على نمط وإشارات وأحداث صغيرة بتتجمع وتصنع حاجة ضخمة. في 2026 في حدث أو سلسلة أحداث هتغير طريقة الناس اللي بتشوف بيها التكنولوجيا السياسية الاقتصادية والترفيه. النهاردة هقسم لك الفيديو ده 5 أجزاء، وكل جزء مبني على حقائق بسيطة بس نتيجتها مرعبة. الجزء الأول، انفجار ال AI الشعبي. النهارده الذكاء الاصطناعي محتاج أجهزة وخبرة وشغل. سنة 2026 الذكاء الاصطناعي هيبقى شبه الكهرباء، كل واحد في جيبه AI مساعد شخصي أقوى من أي حد. تخيل إنك بتقول له موبايلك حل لي مشكلة العربية اللي مش راضية تدور، فيرد عليك بالظبط إيه اللي بايظ فيها ويرسم لك فيديو تفصيلي كأنه معاك ميكانيكي جوه تليفونك. تخيل إن كل طفل عنده AI بيذاكر معاه، وكل موظف معاه AI بيعمل نص شغله، وكل محل صغير بيشتغل بنظام ذكاء اصطناعي مجاني. ليه بقى ده غير منطقي؟ لأن الناس شايفة إن الذكاء الاصطناعي لسه بيكبر، لكن الحقيقة هو بيجري أسرع من أي تقنية ظهرت قبل كده. ليه هيحصل في 2026؟ لأن الشركات الكبيرة دلوقتي بتمرن نماذج جديدة أكبر من كل اللي فات، وبتجهز أجهزة ال AI شيب رخيصة للمستخدمين. الجزء الثاني، دولة جديدة هتظهر في العالم. أيوة الكلام ده شكله خيال، بس في 2026 هيتم الإعلان عن كيان سياسي جديد، دولة أو شبه دولة، مش لأنها اتقسمت لكن لأنها اتجمعت. العالم رايح ناحية حاجة اسمها تكنيشنز، دولة متكونة حوالين تكنولوجيا، شركات أو اقتصاد أو حاجة مش محدودة. أول مثال مدينة نيام. مشاريع دول زي استونيا وسنغافورة. 2026 هي السنة اللي هنسمع فيها عن كيان جديد، وبالمناسبة مش لازم يكون في الشرق الأوسط، ممكن يكون في أوروبا أو آسيا أو حتى أفريقيا. ليه؟ لأن في شركات دلوقتي أقوى من الدول. الجزء الثالث، عملة رقمية هتولع الكوكب وتنهار بعد 3 شهور. في 2026 هتشهد أكبر فقاعة مالية رقمية بعد البيتكوين، عملة جديدة هتطلع فجأة ويبقى وراها مشاهير وشركات وربما دول كمان، هتوصل لأرقام غير منطقية وهتنهار انهيار تاريخي بعدها. ليه؟ لأن العالم كله داخل على AI Generated Economies، اقتصاد معمول بواسطة الذكاء الاصطناعي نفسه، وبصراحة الموضوع خطر، و2026 هتكون أول سنة يشوف فيها العالم ده. الجزء الرابع، ثورة جديدة في المحتوى، يعني المشاهير هيتغيروا. في 2026 هتبقى نهاية 50% من المشاهير اللي نعرفهم. ليه؟ لأن ال AI Creators هياكلوا الدنيا، مؤثر افتراضي مصنوع بالذكاء الاصطناعي، بيظهر 24 ساعة، ما بيكبرش وما بيغلطش وما بيتعبش وما بياخدش فلوس كمان، وبيعمل محتوى أسرع من البشر ب100 مرة. في 2026 أول انفلونسر هيوصل لل100 مليون متابع وهو مش إنسان. الجزء الخامس، الطب، هيعمل حاجات كانت مستحيلة. في 2026 هتبقى أول سنة يتم فيها علاج مرض خطير باستخدام ال AI ذات التطوير. ذكاء اصطناعي يدخل يتعرف على الجين ويعمل دواء ويتطور تلقائي، ده هيغير الطب بالكامل. في النهاية أغلب التوقعات اللي قلتها غير منطقية، بس ده مش أول مرة يحصل. زمان قالوا إن الإنترنت مش هيكمل، وقالوا إن السوشيال ميديا موضة وبقت حياة، قالوا إن ال AI لعبة، بقى أهم من البشر دلوقتي في مجالات محددة. السؤال الحقيقي مش هل التوقعات دي بتحصل، السؤال هو هل احنا جاهزين ليها فعلا؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه التوقع اللي انتوا شايفينه اقرب والتوقع اللي انتوا شايفينه مستحيل. ولو حبيتوا نعمل حلقة تانية عن توقعات 2027 بقى، علق على الفيديو ب 2027 لان اللي جاي اكبر بكتير. عاش يا بطل انك وصلت لحد هنا، وبكده اقدر اقول لك سلام.